مساء الفل واهلا بيكم حلقه جديده من باب الخلق. بنتجول وبنلقط وبنحاول نقدم لحضراتكم قصص ملهمه. والله ملهمه. ناس كتير بيبقى عندها قصص ممكن تبدو كده يعني في السريع قصه عاديه، لكن لما بنغوص في التفاصيل ونسال كتير ونبقى رزله بتطلع حكايات. أظن إنها في الغالب بتبقى حكايات تساعدنا كتير في إن إحنا ممكن نشوف الدنيا برؤية أخرى. ناخد الأمل من قصة عاشها حد تاني، لأن القصص كلها بتتكرر والحكايات شبه بعضها، بس بيبقى علينا إن إحنا ناخد بالنا. فتعالوا ناخد بالنا من قصة سيدة ظروفها الاجتماعية كويسة مش وحشة، لكن الحياة بيبقى فيها صعوبات وبيبقى فيها تفاصيل وفيها تحديات وفيها كبوات، يعني فيها أسى. ازاي تقدر تتفادى هذا الأمر وتتعامل مع الحياة بمنطق تاني، بمنطق ان الكفاح هو رحلة جميلة هنبدأ فيها ونقدر نكملها ونقدر ننجح. يعني لما ست أو سيدة تبدأ جهادها في الحياة بخلاط في المطبخ وتدور الخلاط وتمشي في الحياة، تفتكروا ممكن توصل لإيه بمجرد خلاط كده وتبدأ تعمل حاجات بسيطة في مطبخها؟ ممكن توصل لإيه؟ تعالوا نسمع قصة السيدة اسمت المهلمي ونشوف وصلت لإيه بهذا الخلاط. منورانا مدام اسمت. اهلا بيك. شرف ليا والله. لا اني اكون الشرف لينا، موجوده ربنا النهارده. يخليك. باب الخلق بيحب يلمس كده على حكايات الناس اللي احنا بنشوفهم وما نعرفش وراهم ايه. يعني ممكن حد يخش على المحل بتاع حضرتك وياخد منك حاجات ويمشي وما يعرفش ايه قصة هذه السيدة. ده حقيقي. ممكن تحكيها لنا؟ انت تعرفيها كويس؟ اعرف. عارفة القصة كويس؟ طب كويس. حضرتك تحب ابتدي منين بقى؟ من اي حتة تعجبك. يعني انا اسمة المهلمي، اتولدت في عيله جميله جدا من اب مصري جدا. جدي من الصعيد وجدتي من المحله. ومن ناحيه والدي، من ناحيه والدتي جدي من المنوفيه وجدتي من انجلترا. اتولدت في عيله. الفلاح اتجوز واحدة انجليزية. ايوه. يا سيدي يا سيدي. وعندي اخ كان بطل مصر في التنس. احنا كانت العيله رياضيه لان والدتي كانت بطله سباحه في النادي الاهلي، ما شاء ووالدي الله. كان بطل تنس في النادي الاهلي برضو. وبعدين اخويا بقى كان بطل دولي يعني. ممتاز. انا يعني في الرياضه كنت ضعيفه شويه. بس العيلة قايمة بالواجب. ايوه العيله بقى طيب. مشرفه. باباكي قايم بالواجب واخوك أيوة. قايم بالواجب، تمام. ووالدتي كانت بتشتغل ووالدي بيشتغل يعني. يعني عشت في عيله كلهم بيشتغلوا يعني. وده كان بالنسبه لي، عرفت اهميه الشغل عامه يعني. والدي توفى وانا في بعد ما اتخرجت من ثانويه عامه. وكان حلمه ان انا اشتغل في بنك، يعني اخش اداره اعمال واشتغل في بنك. والدك ظروفه الماديه كانت ايه؟ كان بيشتغل، كان نائب وزير الصناعه، وكان ظروفه كويسه يعني. تمام. عاديه يعني، كنا عايشين كويس عادي يعني، مش اوفر قوي يعني، بس تمام. عادي يعني. يعني كنا طبقه عيله. متوسطه عليا شويه. ايوه. مثلا. تمام. لا يعني كنت بشوفه بيكافح ازاي، يعني كان دايما قلقان علينا على تعليمنا. سفر اخويا بره يدرس بره لانه كان شايف ان احنا التعليم حاجه مهمه جدا جدا. وبالتالي انا برضو كان بالنسبه لي مع ولادي، لما جيت دور على ولادي انا برضو عملت كنت نفس الشيء طبعا. نفس الشيء، لان بحس ان التعليم من اهم الحاجات يعني. حتى كنت في لحظه قلت لبنتي يعني انا لو اضطريت ابيع عفش البيت كله هبيعه عشان خاطر انت لازم تتعلمي بره، لان التعليم مهم. وزي ما بيقولوا بعد فتره بيبقى فيه مردود للقصه كبير دي. مش بس مادي. لا خالص مردود خالص. بيعمل بني ادم تاني. بالظبط، لانه بيفتح بقى الافق لحاجات كتير. صحيح. لما والدي بقى توفى انا قررت ان لازم احقق الحلم بتاعه واخش الجامعه الامريكيه اداره اعمال
بس لما جيت اتخرجت حسيت ان مش هي دي اللي انا حاجه نفسي اعملها. بعد ما درستي في الجامعه الامريكيه؟ حسيت ان انا يعني بعد ما صرفنا عليكي فلوس قد كده جايه تقولي لي حسيتي؟ حسيت بالظبط. وبرضه يعني انا عملت كده مع ولادي على فكره، يعني كل واحد فيهم خليته يعمل حاجه اللي هو بيحبها، لان الواحد تمام. لو اشتغل حاجه هو ما بيحبهاش عمره ما صحيح. هيتفوق فيها ابدا صحيح. يعني. فاديت الشهاده لوالدتي، قلت لها انا عملت اللي عليا، وكان نفسي وقتها اعمل حلي يعني، ادرس اي حلي. بس انت سمعتي الاحداث شويه، انت الوالد توفى ايوه وده كان صدمه كبيره بالنسبه لك، جدا مرتبطه بيه جدا جدا. جدا جدا. كنت مرتبطه بيه جدا جدا، وحتى بعديها بسنه انا حتى تعبت جامد قوي صحيا بسبب قولي هذا لي الحزن. قولي لي يعني، مش هقول لك نوع الارتباط لان دي بنت وابوها، اه انما مش كل بنت بتبقى مرتبطه بابوها ارتباط قوي قوي، بيبقى احيانا الرجاله مشغولين بتاع حاجات زي كده. ايه سبب الارتباط يعني؟ كان في ايه بينك وبين باباكي في خصوصيه؟ ثبت الارتباط اني حسيت انه كان بيحبني جدا. حسيت ان هو كان دايما قلقان عليا انا واخويا. حسيت قد ايه ان هو في حياته عامه ما كانش بيفكر في حاجه غير ان هو هيوفر لنا ايه الحاجات اللي تسعدنا. حسيت قد ايه ان هو كان بيديني ثقه جامده جدا، يعني دايما انت احلى واحده في مصر، انت جميله انت. ودي حاجه يعني الثقه دي جات لي بقى لما كبرت، عرفت يعني قد ايه ان هي كانت مهمه. لان انا في حياتي عامه كل حاجه انا بحققها او كل تجربه بعدي فيها بحس ان انا عايزه اتفوق فيها عشان اشرفه. بعد يعني ما رحل بعد ما رحل هو موجود بالنسبه لك؟ طبعا. موجود. يعني دايما بقعد اقول انه حبي ليه هو بوريهوله باللي انا فيه دلوقتي. يعني زي لازم ابقى محترمه، كلمتي واحده، ان لما اسمي يتقال في اي مكان ان الناس تقول عليا حاجات اسمك كويسه. فخم، اسمك لا العلمي اسم فخم هو قوي. اسمه هو اللي فخم، هو اسمه صعب على فكره، مش سهل يعني الاسم. بس كنت دايما بقول انا شايله اسمه ولازم اشرفه في طب هل حياتي. الوالد لما توفى ساب ثروه؟ لا ما سابش ثروه؟ لا تمام. ما سابش ثروة. لا يعني كويس. يعني انا ابتديت في الاول اشتغلت في الحلي. لما رجعت بقى يعني خلصت الجامعه واديت لوالدتي الشهاده، وقلت لها انا هسافر اخد كورس حلي بره. سافرت واخدت الكورس ده ورجعت اشتغلت 13 سنه في محل حلي في لا وسط استنى، البلد. انت حصلت لك ازمه صحيه في اه القصه دي؟ اه ايه لا ما تكروتنيش على فكره ما انا عارف عنك شويه اصل معلومات، مش القصص هسيبك. كتير، اصل القصص كتير. لا اتاكدي ان انا مش هسيبك. ايوه في حته عارضه في النص كانت مهمه جدا، انت صدفتك مشكله صحيه اه كبيره. كبيره اه. طب هتكروتيها ليه طيب؟ آه. ما تحكيلهاش. يعني امتى حصلت؟ حصلت لي سنة بالظبط بعد ما والدي توفى. بعد ما والدك توفى قبل ما اه تخرجي من الجامعه؟ لا كان في أول سنة جامعة. حصل يعني لك ايه بقى؟ جالي ورم ما بين الرئة والقلب. يعني بالصدفة اكتشفته، كنت بعمل إشاعة عادية، فاكتشفت إن عندي ورم ما بين الرئة والقلب. طبعا بالنسبة لي أنا كنت 18 سنة، وبالنسبة لي كانت خضة كبيرة جدا جدا جدا. يعني طبعا خاصة ان الوالد سندك مش موجود. مش موجود، وكان بالنسبه لي يعني كان سبب الحزن. يعني دايما الواحد يقول الحزن الواحد ما ياخدوش بسهوله، لان الحزن بيأثر على الصحه جامد جدا. من حبي ليه بقى طبعا اكيد حزنت جامد جدا. وجات لي القصه دي، سافرت بره، وكان متوقع ان انا يعني الموضوع كان هيبقى كبير قوي، حتى لما هشيل الورم ده ان احتمال يحصل لي شلل او يحصل لي حاجه، لان كان موقعه صعب جدا. ده كان رأي الأطباء هنا كان رأي الأطباء هنا إن الوضع خطر. الوضع خطر بس انا اخدت الموضوع بقى يعني اتخضيت شويه. وبعدين قلت ايه طب خلاص، لان هنا قالوا لي يعني فاضل لك مش وقت كتير يعني، لان عبد الحليم حافظ يعني فاضل ايوه له 6 بالظبط اشهر. كده. يعني فانا اخدت الموضوع يعني هنا وماما اتعلمت. عرفت المعلومات دي ماما عرفت المعلومات انه في وقت خلاص، فاضل له وقت يعني معين. يعني وسافرت وهنا اتعلمت التسليم لربنا. يعني ازاي اسلم نفسي لربنا وخلاص، ما فيش حاجه تتعمل يعني. فقررت ان انا حتى يعني اخدت الموضوع بسلاسه وبهزار وتهريج، ويعني خلاص ما هعمل ايه يعني. ده نصيبي وهضطر اعدي فيه. الحمد لله لما سافرت عملت العمليه، طبعا عمليه كبيره جدا.
ومرت بسلام ورجعت الحمد لله. شالوا الورم، ما حصلش شالوا حاجه الورم خالص؟ مفيش اي اضرار ولا حاجه؟ لا، كنت بسافر بقى بعمل زي تشيك اب كده كل سنه عشان اتاكد ان كله تمام، لغايه لما الدكتور قال لي لا كده خلاص الحمد لله كله تمام. ده وانت في الجامعه؟ وانا في الجامعه. تمام. يبقى دي اول ما حاجه. تاني حاجه صعبه بعد تاني وفاه حاجه صعبه الوالد؟ تاني حاجه يعني افتكر وفاه الولد كانت اصعب حاجه في حياتي كلها. يعني التانية دي كانت صعبه طبعا لاني كنت برضو صغيره 18 سنه، برضو الواحد بيبقى صغير ان هو يجيله مرض زي ده، يعني مش سهله يعني. بس الحمد لله عدى ورجعت وخلصت الجامعه، وزي ما قلت لحضرتك اديت الشهاده لوالدتي وقلت لها انا عملت اللي كان والدي نفسي فيه، بس انا كنت متاكده ان هو لو كان عايش كان هيحب ان انا اعمل حاجه انا بحبها. ف ايه بقى اللي حضرتك بتحبيه بقى؟ كنت وقتها كنت بحب قوي اعمل حليه، وعلى فكره تصنعي؟ اصنعه. ودي برضو جات لي من حاجه منه هو. زمان مع حضرتك طبعا عارف كان عندنا التليفون ابو سلك طويل قوي ده طبعا، واللي في السبت بنشيله بالظبط كده، تخش بيه زي لبنى عبد العزيز كده. بالظبط. فكان دايما من كتر ما التليفون ده بيتحرك في كل حته السلك دايما كان بيتقطع. طبعا بيتقطع. فكان والدي دايما بشوفه بيصلحه. وكنت دايما احب قوي موضوع السلك ده، وكنت اجيب خرز واعمل من السلك ده الحتت اللي هو كان بيقصها اعمل منه حلقان. تاخدي السلك الاصفر ده النحاس ده بالظبط وتعملي منه حلقه. فقعدت اقصقص ساعات في السلك، اقصقص لغايه لما التليفون ده بقى لازق في الحيط. خلاص خدت السلك كله. وهنا حبيت حته الحلي، يعني حبيت صناعه الحلي نفسها. واساسا لما اتخرجت من الجامعه كان نفسي اخش فنون تطبيقيه. بس وقتها والدي طبعا رفض الموضوع ده تماما، يعني لانه فنون تطبيقيه بقى، يعني قال لي ازاي وفين ومش حتى فنون جميله ولا انسي يعني كان لازم بقى حته يعني القرار الابوي. الابوي اللي هو كان في الزمن ده ملوش، يعني ما حدش يقدر يقول لا يعني. طبعا. هي كانت نظره انت هتخشي كده يعني خلاص يعني. فلما رجعت بعد ما درست كورس، يعني مش ما قعدتش فتره طويله، يعني قعدت يمكن شهرين بدرس احجار كريمه وبدرس حلي في المانيا. انا كنت في مدرسه الماني. رجعت اشتغلت في الورشه في محل في وسط البلد، ودي كانت احلى 13 سنه في حياتي. اشتغلتي قسطه؟ اشتغلت قسطه. فين في وسط البلد؟ في سكه المناخ في محل اسمه فارتان. في الورشه بتصنعي حلي؟ بصنع الحلي. ذهب ولا فضه؟ ذهب. ذهب. وتعلمت بقى عندهم كل حاجه. وكان عندي المدير بتاعي اللي هو صاحب المحل كان مسيو باروش. هم عيله ارمنيه، وبصراحه احتضنوني جامد جدا واتعلمت منهم بقى حاجات كتير قوي. يعني قعدتي تتعلمي قد ايه بقى لغايه ما بداتي تصنعي؟ يعني اشهر، يعني كنت ببقى عندي زمايلي كانوا هناك بيعلموني. يعني تشتغل على المكنه اللي بتقص دي؟ ايوه بالبوري ونسيح الذهب ولما كنا بنعمل بالمنشار كان دايما ساعات المنشار يفلت. طبعا كان يعور جامد قوي. كان في دايما حاجه اسمها الغلايه دي كانت عباره عن ميه نار متخففه شويه وبتبقى سخنه. كويس. فكنا نحط تشربوها ولا بتعملي فيه ايه؟ كنا نحط صباعنا فيه عشان الجرح يلقم بسرعه، لان الجرح في ميه النار. ده نظامهم كده؟ كان نظام كده. يوم الجرح خلاص يلقم بسرعه قوي، يعني عشان دايما الفلتة المنشار بتعمل جرح بسيط بس بيبقى عميق. فدي كانت بتلقمه بسرعه. يعني تتجرحي تروح حاطه ايدك في السوق خلاص ما حصلش حاجه. بقى اتعودت بقى مع الوقت. يعني وتروحي شغلك من امتى لامتى بقى؟ كنت بروح من الصبح مثلا الساعه 9 الصبح واقعد بقى اسهر لغايه هناك. كنت بحب قوي الشغل، يعني كنت بحبه جدا. يعني اتعلمت بقى منهم الصدق والامانه، اتعلمت منهم الدقه، اتعلمت. كان المسيو باروش كان دايما يقول لي يا اسمت اعرفي حاجه، ان يموت المعلم وهو بيتعلم. صحيح. عمرك ما تحسي انك عارفه كل حاجه. هتفضلي طول عمرك لازم تتعلمي. يوم ما تحسي انك انت فاكره نفسك عارفه كل حاجه خلاص ده اليوم اللي هتنتهي فيه. خلاص. فكانت فتره جميله جدا جدا في حياتي جدا. يعني وهي دي الفتره. كنت بترسمي بقى ولا بتصنعي بس؟ كنت لا بصنع. حد تاني بيرسم؟ ولا وبعد كده اتعلمت بقى ارسم واصنع وارص الالماظ. الحاجه الوحيده اللي ما كنتش بعرف اركب الالماظ، يعني كنت بس في حاجه اسمها رص الالماظ، اللي هو الواحد يعني مثلا حته قطعه الحلي بيبقى فيها خروم اللي المفروض الالماظ يتحط فيها.
دي برضو في حاجه عايزه 5 حبات 6 حبات مثلا. حسب حجم ده فن برضو، لانه لازم يتحط مقاسات معينه وما تبقاش تخبط في بعض، يعني برضو ليها تكنيك معين. انت تجهزي وحد تاني يرصه. لا انا كنت برضو ببقى اتعلمت ارص الالماس، بس اللي التركيب بقى اللي هو يقفل عليه دي انا ما كنتش بعرف اعملها. بس قعدتي بقى كام في القصه دي؟ قعدتي قد ايه؟ 13 سنه. اتجوزتي بقى اثناء ده؟ اتجوزت في الاثناء دي اتجوزتي وانت قسطى اتجوزت وانا قسط اللي خارجه من الجامعه الامريكيه. ايوه. تمام. يعني وقتها طبعا كان بالنسبه لواحده بنت تشتغل حاجه زي كده مش حاجه يعني معروفه قوي يعني لا خالص. خالص يعني. بس انا بالنسبه لي كان وطول عمري عندي بدل ما الشغلانه محترمه الواحد ما يقلقش منها من يعني اي انت حاجه. المصنع اللي كنت بتشتغلي فيه دوت، مش اعتقد ان مصنع، انت دي ورشه. الورشه دي كنت الست الوحيده. كنت الست الوحيده، الوحيدة فعلا. اللي في الشارع اللي بشتغل. يعني انا كنت في الشارع كله الست الوحيده. في الشارع كله بالصناع. صنايعيه يعني كلهم صنايعيه رجاله. وما حصلش حاجه لا ضايقتك لا ولا حاجه؟ خالص، بالعكس الناس كانت محترمه جدا جدا واحتووني جامد جدا جدا، وقضيت معاهم ايام جميله جدا جدا. يعني كنا نطبخ مع بعض في الورشه اما انتوا بتقعدوا بقى. اه فكانت ايام جميله. حلو. قعدتي كام سنه بقى في القصه دي؟ 13 سنه. وكنت اتجوزتي وخلفتي؟ كنت اتجوزت لما خلفت بنتي ابني، كملت برضو شغل. لما خلفت بنتي كان عندها مشكله شويه في الهضم وكده، فقررت ان انا اقعد في البيت. وقتيها يعني كانوا حتى عايزيني اجي ولو حتى مرتين في الاسبوع 3، بس كنت دايما بقعد اقول لهم انتوا اتعودتوا عليا بشكل معين وانا احب امشي وانتوا فاكريني بهذا الشكل اللي هي اللي بقدر اسهر واقعد خلاص الام واشتغل. بقى هتتاخر، بالظبط هتمشي كده. بدري. بالظبط. فدايما بقول مهما حد استحمل في الاول مع الوقت ممكن يتضايقوا، فقررت ان انا لا افضل ان خدتيها من انا قصرها زي ما بيقولوا. بالظبط كده. وسبتي الشغلانه خالص. سبت الشغلانه. اتعرض عليا وقتها ناس كتير ان هم يشاركوني وتعالي وانتي اتعلمتي ونفتح حاجه، بس انا كان بالنسبه لي يعني لا، انا اتعلمت مع ناس اعتبرتهم اهلي، ووقتها برضو الحليه ده فيه كان اسرار كتير قوي يعني، وعرفتها كلها، فقررت ان انا عمري في حياتي ما هشتغل الشغلانه دي. اسرار زي ايه مثلا كده؟ لا يعني اسرار بقى. مش هتقوليها يعني؟ اوكي. لا يعني فيها حاجات تكنيكاليتيز معينه يعني فحسيت ان انا لا، انا يعني فضلت مع عيله واعتبروني واحده منهم، فانا عمري في حياتي ما هشتغل الشغلانه دي تاني غير لو اشتغلتها معاهم يعني. قعدت في البيت بقى عشان اربي العيال، ودي كانت من الحاجات اللي بالنسبه لي مهمه جدا، وابتديت اعمل كيك. الزوج بقى بيشتغل ايه كان؟ كان مهندس. مهندس. كويس. قعدت اعمل كيك في البيت. عملت كيك ليه؟ ما انت متجوزه مهندس وعندك ولد وبنت والدنيا كويسه قوي زي يعني الفل. لا كان لازم وعملت اشتغل. لك شويه فلوس حلوه من الشغل الصيغه. يعني ضروري. كان لازم اشتغل برضه. يعني كان لازم لازم تحبي تشتغلي. احب اشتغل، وكنت محتاجه اشتغل برضه عشان اعرف اصرف برضه على الولاد واشارك في مصاريف. محتاجه تساعدي في البيت. تمام. ودي بشوفها حاجه عاديه جدا يعني حاجه طبيعيه. قعدت بقى كذا سنه بالطريقه دي اشتغل من البيت. سافرت في النص، اخدت كورس برضو في سويسرا ازاي اعمل الكيكس اللي هي انت كل ما تشتغلي حاجه تروحي تاخدي كورس بره. انا من الناس اللي احب اخد الحاجه الصح، يعني اجيب الشغلانه صح، يعني ما احبش اكروت يعني. مع ان الكيكه دي يعني واحده قاعده معاكي في النادي ولا في البيت تقول لك اعملي كذا حطي كذا تطلع كيكه، بس هتطلع كيكه زي كل الناس اللي بتعملها. يعني مش هيبقى فيها اي نوع من التفوق في حاجه. يعني بحس ان الواحد لازم يبقى متفوق في الحاجه اللي هو بيعملها. فاخدت الكورس ده سريعا بره. وجبتي فلوس منين؟ قعدت اعمل كيك في البيت العادي ده لغايه لما حوشت وقدرت اسافر. يعني عملتي مجهود جبار، قعدتي تعملي كيك في البيت وتبيعيه ازاي؟ ببيعه بقى عن طريق معارف، ما كانش في بقى نت ولا كلام. لا ما كانش فيه الكلام ده خالص. يعني اسمك بتعمل كيك طيب ابعتي هنا، طب مش عارفه ايه كده يعني. جبتي من ده مبلغ قدرتي تسافري بيه؟ قدرت اسافر. ده انت شاطره قوي يعني. قدرتي تحوشي حاجات. اصل الكيك ده مهما كسب هيكسب حاجات بسيطه لانه كيك يعني داخلي. كويس. يعني مثلا كان عندي مثلا ذهب حاجه بعتها يعني. ما انا بقول كده برضه. استثمرت يعني. شغلاها بتاع. ايوه بالظبط كده يعني. سافرت اخدت الكورس ورجعت وابتديت بقى اعمل اللي هو التورت المجسمه. الزوج مش معترض على حاجه؟ لا انا ما قعدتش كتير يعني، قعدت 10 ايام يعني. 10 ايام. حلو.
اخدت الكورس هناك والراجل وقتها كان قال لي انت هترجعي هيبقى عندك يعني كارير شغل يعني في القصه دي. انا الاول ما صدقتش، يعني قلت مش معقوله، يعني اخدت كورس 10 ايام يعني هيبقى دي حياتي طب كلها قولي لي هتبقى قولي لي كده. الكورس تروحي المانيا تاخدي كورس في كيك، يعني تعلق ايه عباره عن ايه؟ لا هو كان ازاي اعمل التورت المجسمه، يعني دي الاشكال. حاجه ما كانتش موجوده لسه، لا ما كانتش موجوده في اللي هي مصر عليها قوي. ميكي ماوس وعليها حاجات زي بالظبط، كده. تورت الافراح، الورد ازاي اللي هو كله بالسكر. اه يعني انا بحب الحاجات الفنيه، يعني بحب قوي اشتغل بايدي، يعني من الحلي للحاجات اللي فيها يعني هي فن ما كده. بقتش كيكه بقى ولا حاجه، لا 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 لا، هي قطعه. الزواق اللي على التورته. بالظبط كده، هي كانت كده. فتعلمتي انت الحكايه دي ورجعتي بيها. ورجعت بيها بقى. حلو قوي. اه اشتغلت بقى سنين بقى في القصه دي، لا احكي لي بقى بالراحه الشغل ده، لان هو ده اللي هيحول معانا الى الى قصه القصه كبيره. الكبيره قوي. اه اشتغلت من البيت برضو تاني، وابتديت برضو ابيع الكيك. اوكي. للمعارف والاطفال يعني لسه مثلا. ما فيش نت ولا كده، النت لا جه لا، بقى لسه ما جاش. يعني كان ابتدى شويه يبقى في نت، يعني كان كويس. ابتدى، بس ما كانش بقى في فيسبوك والكلام ده طيب خالص يعني. كويس. ابتديت بقى واحده واحده يعني اشتغل فيها لغايه انفصلت انا وجوزي وقتها في الفتره دي. زي بقى من شغل المطبخ لا والحاجات دي بقى، لا والله. كيك، مع ان الكيك ريحته حلوه. ايوه. واخدت ولادي وكنت مسؤوله عنهم بقى تماما. معلش انا لازم اقف معاكي شويه، عشان انا بتهمني جدا حكايه الانفصال دي، مش تدخل في الشؤون لا لا. الخاصه، ولكن لان الانفصال احيانا بيبقى فيه اشياء كثيره جدا مسيئه. مش ضروري الطرف نتكلم على طرف مسيء ولا حاجه، بس ممكن في يحصل نوع من انواع التخلي، اه يعني يتحمل طرف المسؤوليه. هل حصل لك كده؟ اه انا تخلي. تخلي تماما. اصبحتي معاك الولد والبنت معايا والزوج مشي، اغمشي. ما تعرفش اختفى. عنه حاجه، اه يعني سافر لا يعني موجود يعني. بس اختفى، اه ولا بيساعد في مدرسة ولا بيساعد لا. خالص. فانا اخدت المسؤوليه بقى كامله، واعتبرت على كانوا فكره قد انه ايه دول بقى الولد ولادي. والبنت؟ ابني كان عنده 8 سنين، وبنتي كان عندها 6 سنين. مدارس غالية. مدارس لا المدرسه الالماني ما كانتش غاليه قوي يعني، بس هي مدارس ودروس ومصاريف، ويعني كان وهم حاجات كتير. متعودين على مستوى كويس، انت يعني عايزة تحافظي على المستوى ده. تمام بالظبط. فاشتغلت بقى جامد يعني عشان اقدر اوفر لهم المستوى ده. ووقتها قلت لهم يعني احنا هنكمل المشوار مع بعض، وفي لينا طريقين. انا اعتبرت ان الحياه. قلت الولد والبنت الصغيرين دول، اه قلت لهم ايه بقى قلت لهم ان احنا عندنا بعد ما طريقين. الولد يعني اه هاجر؟ اه ايوه. قلت في طريقين دايما. الحياه كل الحياه فيها طريق وطريق، يعني طريقين الواحد دايما ممكن في ياخد. اختيارات، في دايما اختيارات. في قلت اختيارات. لهم احنا عندنا اختيار ان انا اقعد اقول يا ريتنا وليه حصل لنا كده وخساره واشمعنى احنا وكده، وندور على الاب، هات فلوس وهات وندور بتاع، ونعمل ونخش في قصص وناخد بايخة. في قصص ونرفع قواضي ونخش بقى في قصص. يعني انا بشوف انها منهكه وانا مش شاطره فيها. يعني مش هقعد بقى اضيع وقتي واخش واعمل قضايا ومحاكم وحاجات زي كده. انا قررت ان انا اخد ولادي. قلت لهم ماما انا موجودة بقى كل ده؟ ماما موجوده بس ما تقدرش تساعد في حاجة. لا تقدرش. انا من النوع اللي بحب اعتمد على نفسي اوكي. يعني لا نسبيا وهي ما يعني. تقدرش، يعني هي لا كل واحد عنده لا لا هي ظرفه بتشتغل تمام. طبعا وكل حاجه، بس انا ما احبش يعني احمل على حد مامتك يعني. بتشتغل؟ كانت وقتها بتشتغل لسه. بتشتغل ايه؟ كانت بتشتغل في السفاره الامريكانيه، كانت محلله سياسيه في السفاره الامريكانيه. تمام. فما كنتش احب اتقل على حد. انت صراحة. خلاص انت ولادك وجبتيهم، قلت لهم قدامنا خيارين، اه قوليهم لي بقى. يا اما نقعد نعيط وندب. ونندب ونعيط ونقول ليه وحصل لنا كده ليه واشمعنى احنا، او ناخد ايدينا في ايدين بعض ونعمل احسن ما ممكن نعمله من الحياه بتاعتنا الجديده اللي احنا هنبتديها. فقررنا نعمل كده، نبتدي بقى يعني ايه، خيار العمل. نستمتع بقى بالحياة والعمل والشغل واديتهم. يعني انا بشوف من اهم انت قلتي الحاجات. تعبير جميل، هيجي علينا احنا نستمتع بالعمل، ايوه طبعا. مش هنشقى لا لا ونتعب لا ويطلع عنا لا وحاجات لا زي كده. لا قلتي دي خالص. رحلة استمتاع. حلو. هي وقررت انه اديهم اهم حاجة هي الامان. يعني انا بشوف ان الامان للاطفال من اهم الحاجات في التربية. ليه؟ لانه
يعني طب احنا وما فيش الاب، طب هنعمل ايه، طب خلاص احنا حياتنا اتغيرت. لا، هم بالنسبه لهم كانوا دايما يقولوا ان امنا ممكن تحرك جبال، ممكن تعمل اي حاجه. يعني اديتهم هذا خلاص هو الامان ماشي معاه القوي. سند كويس جدا، مفيش، مش خايف من حاجه. يعني هم دايما كانوا حاسين، يعني كانوا دايما يقولوا لاصحابنا لا ما تقلقوش. مين علم ماما. حضرتك كلمه الامان للاطفال دي؟ لان دي حاجه يعني. والله انا كنت بقرا كتير وانا صغيره، يعني كنت بحب اقرا قوي. طبعا شفت ان والدي اداني الامان والسند، وقد ايه دي حاجه كانت مهمه جدا بالنسبه لي. ولما فقدتها ازاي اتهزيت وتعبت، وازاي قدرت انه لازم يعني عشان خاطر اسمه ارجع تاني يعني لقوتي تاني. فحبيت ان انا فهمت ان قد ايه السند والامان دي حاجه مهمه قوي في حياه الانسان، انت فحبيت عارفه اديها حضرتك ان لاولادي. في بيوت بيحصل فيها خلاف، وده شيء مشروع مفيش فيه طبعا. مشكله، عادي ان الراجل يمشي ولا. وبيبقى البؤره الاساسيه في البيت ان مفيش امان. ده حقيقي. ان مفيش امان لانه في صراعات وخناقات ومحاكم ومشاكل، فالولاد بيبقوا في حاله يعني ما هي دي نفسيه بقى من اسوأ ما افتكر يكون. من اكبر الغلطات اللي ممكن تحصل. انه يعني بيشركوا انا الولاد في الحاجات ديت. يعني انا لو حضرتك تشوف ولادي، استحاله ممكن تقول ان الولاد دول مثلا مروا بظروف صعبه او حسوا بعدم وجود يعني الاب، او استحاله. يعني بالعكس هم سويين جدا، محترمين جدا. طب بس انت معلش ما تزعليش مني، يعني ما كانش عندك اي امكانيات تجهزيهم لحكايه الامان دي؟ عملتي ايه بقى؟ اشتغلت. اشتغلت جامد. ودايما كان يعني دايما احسسهم ان ممكن لو في حاجه انا مش قادره اجيبها، عادي انا مش قادره اجيبها. يعني حاجه طبيعيه جدا، يعني مش ان كل حاجه لازم تبقى عندهم. ما اقدرش انكر ان انا دلعتهم جامد قوي، يعني فوق طاقتي كمان. ما هم فيهم اللي فيهم يعني كويس قوي، لازم كانوا ايوه. يدلعوا شويه عشان ما فيش اب، ودي حاجه مش لا، قليله. ودايما حسيت ان انا اتعلمت، يعني اتدلعت جامد قوي في بيت ابويا. فدايما كنت بقعد اقول اني انا هدلع ولادي، لانه بعد كده الدنيا هتسفلتهم. يعني هتسفلتهم، هتضيع كل الدلع ده، صحيح. يعني صحيح. فقلت يشوفوا الدلع في بيت مامتهم او بيتهم الاساسي، يعني عشان بعد كده بقى الدنيا هتظبطهم. كفيله يعني بانها كفيله طبعا بالظبط، لان انا هسيبك شفت القصه دي. للزمن. ايوه بالظبط. وبس فعشان كده الامان والسند مهم قوي، يعني والقوه ان هم يشوفوني قويه، يعني بتفرق جامد. ايوه بس احنا بنتكلم على صانعه كيك. اه يعني حاجات محدوده، ازاي تطورتي بقى اول محل او اول مكان فتحتيه تبيعي فيه كيك؟ لا، انا فضلت اشتغل من البيت فتره طويله جدا جدا. وبعدين يعني قد ايه، 5 سنين؟ لا يعني اكتر يمكن. اكتر. من البيت. من البيت يعني مين اللي بيودي الحاجات؟ يعني يوصل انت الحاجه. بتصنعي كيك، اه وبعدين في ناس بتطلبه. في ناس بتطلبه، في ناس بتيجي تاخده، يعني بيجوا يعني ياخدوه انت من البيت. بتصنعيه وتبقى عندك جاهز، ولا لا لا لا، بناء على بالطلب، الطلب؟ بناء على الطلب. حد لان كل واحد يكلمك؟ عايز شكل معين، كل واحد عايز تمام. فكنت يجوا ياخدوه يجوا ولا انت؟ ياخدوه. لا، يجوا كان بيجوا ياخدوه، ياخدوه، مفيش وساعات حد بيودي؟ كنت اروح اوصله يعني عادي. بتعملي كده؟ عادي جدا. يعني لو عندك في تورتايه وفي مثلا ممكن اوصلها. توصليها انت بنفسك؟ فقعدت كده فتره طويله قوي. عشان السكر اللي هو بغطي بيه الكيك ده، انا كنت بعمله يعني من الاول، يعني مش زي دلوقتي السكر ده بيتباع. فكان بالنسبه لي بياخد مني مجهود جامد قوي في العجن، يعني كنت بضطر اعجن، يعني السكر ده تقيل بيبقى. فقعدت افكر طب وبعدين، يعني انا بكبر والسكر ده متعب، طب هعمل ايه؟ ما انا لازم افكر بقى في حاجه تانية. السكر اللي هو بتزوقي بيه، بتعملي بيه الورده اللي بتعملي بيه مثلا هو ده بيبقى سكر عادي كده، سكر سنترفيش من لا، بتاعنا هو ولا؟ بيبقى اساسه سكر سنترفيش، ويبقى معاه جلوكوز، ومعاه يعني حاجات تانية بتخليه يبقى زي وبعدين تعجنيه العجينه. زي العجين كده؟ بس بيبقى ناشف بقى، لان السكر بيجمد ده شويه. يجرحك في ايه؟ تقعدي يعني تدعكي فيه جامد. اقعد اعجن فيه واعمل فيه واقعد افرده، يعني ولازم بسرعه جدا لانه بينشف، ولو يعني شويه نشف. الورد اللي بنشوفه مع التورتايه دول ليهم قصه. طبعا. طبعا مش سهل، مش سهل خالص يعني. ف يعني كنت بقعد اسهر بقى اشتغل، يعني واصحى تمام. بدري، ويعني كنت يعني ممكن اصحى الساعه 5 الصبح، يعني 5 الفجر قعدتي اشتغل. كام سنه بقى على كده 10 سنين تقريبا. في البيت؟ ثم حصل التحول. وابتديت ابقى معروفه بقى نسبيا الولاد يعني. كبروا بيساعدوكي في الحكايه دي؟
بياكلوا كيك بياكلوا كيك. تمام. يعني حتى زمان كنت اقعد اقول لهم مساعدة كويسة. انتوا بتاكلوا الشغل بتاعي يعني. لا يعني كانوا صغيرين طبعا، يعني بيعدوا يبصوا يعني مفيش كده يعني لسه لأن كنت شوية. بعديها قررت بقى ان انا اخد محل، يعني اخد محل واعمل الكيك العادي بقى اللي هو مش متعب، يعني اللي هو بقى سكر ودقيق وشوكولاته، ويعني كيك سهل. شوكولاته يعني. فاجرت محل، قعد المحل مقفول تقريبا سنه، لان وقتها كان ابني سافر يدرس بره، بعته يدرس بره. قدرتي بالكيك اللي في البيت ده يدرس بره؟ ولا والده ساعده؟ لا محدش ساعده؟ لا. يعني بالكيك اللي في البيت ده قدرتي تديله مصاريف يدرس بره؟ يعني خلي بالك حضرتك، احنا بنتكلم عن زمن غير الزمن، يعني احنا زمان بنتكلم عن اسعار تانية، بس اسعار برضو تانية ما هو خالص يعني. ممكن تكون الحاجه ام جنيه وقتها، كان دلوقتي بقت ب 1000 جنيه. انما الجنيه وقتها برضو زمان كان الحصول عليه مش يعني سهل. ايوه. يعني لا يعني كان عندي قدرتي من برضو الشغل ده تسفري قدرت الولد من بره الشغل. يتعلم. مثلا كان مثلا جالي حاجه من ورث ابويا، مثلا كان عندي طلع لي فجاه حاجه، يعني كان ربنا، انا اقدر اقول لحضرتك ان ربنا وقف معايا في كل حياتي. يعني دايما الاقي نفسي مزنوقه، الاقي حد قريبنا يتكلم على فكره ده كان في حاجه عليها مشكله بس اتحلت، ليكي يعني مبلغ ربنا كذا. بيفرجها. بالظبط كده. وكان عندي اخويا بيساعدني جامد جدا، يعني عندي ده هنا بقى اخويا نتكلم على طبعا. الاخ، لا دور الاخ الاخ. بقى، يعني اخويا كان سندي في حياتي يعني. بالنسبه لي طب اخويا. الولاد بيشوفوا باباهم؟ لا ما بيشوفوش؟ لا هو انت منعهم؟ لا عمري ما منعتهم، بس هو جه في فتره معينه وبطل بقى يكون متواجد يعني. وانا عمري على فكره ما اتكلمت وحش عليه بالنسبه لاولادي. لا ما هو بنتكلمش وحش، احنا هو بنسأل على كان التفاصيل يعني الاثر لما دوت. كبروا هم يعني فهموا من لوحدهم. طبعا. لاني دايما بحس برضو ان يعني غلط ان الاهالي تتكلم وحش عن الطرف الاخر يعني. وكنت دايما لا مش بقعد كويس خالص. اقول لهم، يعني لما كانوا يسالوا مثلا او حاجه وهم صغيرين، كنت اقعد اقول لهم بصوا انا بحبكم جدا جدا، وهو اكيد بيحبكم جدا جدا، بس كل واحد فينا ليه نظره معينه في الحياه في التربيه. انا يمكن هطلع صح ويمكن هو يطلع صح، انا ما اعرفش، مع الوقت احنا هنعرف. بذمتك ما تعرفيش؟ والله ما كنت اعرف مش يعني. همشيها لك. يعني والله ما كنتش همشيها لك اعرف عشان يعني. عندنا امل ان احنا زوري بتدينا كيكه ولا ال... حاجه. همشيها بس. الواحد بيجتهد يعني. برضو يعني برضو حضرتك، انا كنت صغيره وقتها مش عارفه هل انا لا مفيش بعمله اجتهاد صح. بالنسبه للاب، مفيش اجتهاد خالص، لان انا عندي مشاكل خاصه بالحكايه دي. لا دي مسؤوليه، الحياه مسؤوليه طبعا. وكل واحد يجب انه يقوم مسؤوليته، والاطفال لكن ده مسؤوليه امر احنا مش هنتدخل يعني. فيه. طبعا الواحد لما بيبقى عنده اولاد، لا هي مسؤوليه كبيره جدا طبعا جدا. طبعا ولازم الواحد يكون قدها طبعا وعشان كده انا حتى في اختياراتي اخترت ولادي، يعني ما اخترتش مثلا ان انا اتجوز بعديها ده او مش اختيار على فكره. لا. لا بالنسبه لك والله انت يعني ده في ناس بتختار يقول لك لا طب انا حياتي فين يعني انا بيبقى يعني بيبقى نشك في انه مدى الانسانيه بتاعته، نشك فيها دي يعني يعني هم ما نقدرش عليهم ناس قوي. يعني لان والله مش الانسان هظلمهم، اذا بس يعني انا بشوف ان كل واحد بيبقى حر يختار حاجه، بس في الاخر ما يجوش بقى مثلا لما يلاقوا علاقتهم مش كويسه باولادهم يتضايقوا. يعني انا بشوف ما انا مثلا بقول لك الناس كده. يعني انت كان يعني عندك اختيار كمان تاني انك انت تتجوزي. كان ممكن بس انا وكنت فضلت. صغيره وانت ما زلت صغيره يعني. واولادك صغيرين كانوا ممكن يحتملوا وجود راجل اخر في البيت ومفيش حاجه يعني، لكن اخترتي انك اخترت تعملي ولادي واخترت يعني. يعني حسيت ان انا لو اتجوزت برضو انا هضطر اشتغل، وهبقى بظلم اي حد بتجوزه، لان انا لازم اشتغل عشان اصرف على اولادي. انا ما عنديش حد من الناحيه التانية بيصرف على اولادي. تمام فقررت لا انه تمام. وقليل قوي 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 ان حضرتك تلاقي مثلا واحد هيصرف على ولاد مراته. مش كمان بالنسبه للناس اللي هي يعني فاهمه الحياه كويس لا تحتمل ده، يبقى صعب. يعني رغم ان انا يعني شفت جالك عرسان؟ لا مش كده. انا شفت طيب. يعني قابلت نماذج. نموذج من النماذج اللي اثرت في حياتي جدا جدا جدا. اني شفت مثلا واحده بنت كنت بعمل لها تورته فرحها، ولقيتها اسمها مختلف عن الاسم الاساسي بتاعها يعني. فعرفت بعد كده ان كان جوز والدتها هو اللي رباها، وراجل عظيم جدا مفيش جدا كلام. جدا جدا في يعني طبعا. والقصه دي فضلت مأثره معايا حياتي كلها. ازاي في راجل
ممكن يربي ولاد زوجته، وان لدرجه ان بنت زوجته دي اعتبرته يعني حبت تشيل اسمه هو، يعني دايما تقول تاخد تنسب عيلتها خلاص ده اصبح والدها. فيعني في نماذج هايله في برضه طبعا يعني طبعا اكيد طبعا. يعني. بس انت خفتي تخشي في كل التفاصيل؟ لا ما حبيتش بقى كويس. يعني اجازف بولادي ابدا. يعني انا حياتي كانت ولادي. ربنا يحفظهم يعني لك يا رب. يعني الحمد لله. كويس. فتحنا بقى المحل. فتحنا المحل ونعمل كيكه عادي وكده. فتحنا المحل بقى في وقت صعب جدا ايه جدا بقى جدا. ليه المحل قفل سنه بقى؟ لا عشان ما كنتش معايا الفلوس ان انا اقدر اكمله. يعني كنت انت كل شويه. اشتريتيه ولا اجرتيه؟ لا اجرته. اجرتيه. قعدتي تدفعي ايجار سنه اه وانت مش فاتحه. كويس. كنت بقى اكمل شويه، كان ابني في الجامعه، طب لازم كل ما احوش شويه ابني يبقى محتاج فلوس. يعني كانت الامور صعبه جدا في الوقت ده. يعني انا فاكره كنت مثلا، يعني وقتها كنت قاعده مع والدتي في البيت، كان ممكن مثلا من كتر التعب مثلا والدتي تصحى تلاقيني مثلا مغمى عليا في الارض من كتر ما انا كنت بشتغل في بزياده المطبخ. قوي. لاني كنت جايه على نفسي قوي 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 يعني. شويه بشويه بقى اخلص حاجه في المحل شويه كده، قامت الثوره. كويس. فكان طبعا بالنسبه لي طب هعمل ايه؟ هفتح المحل ولا مش هفتح المحل وكده. فقررت انه هفتحه لان خلاص يعني كله كان جاهز يعني. ففتحت كويس. المحل. كان بقى وقتها يعني بالصدفه ان المحل بتاعي كان اول حاجه الناس جايه من ميدان التحرير تنزل مثلا ترجع الزمالك تلاقي المحل ده. انت بتبيعي كيك بس؟ كنت ببيع كيك وسندوتشات. سندوتشات حلو. والكيك برضو حلو. فكانت الناس زي ما تقول حضرتك بتحس بتتقابل في المكان ده وبيحسوا بقى بالامان وبيكلموا مع بعض ونقعد يعني فاصبح الحته اللي كل الناس بتتقابل فيها. وانت المحل ده فيه مكان قعاد؟ كان مكان هو محل صغنطوط جدا يعني، بس كان فيه قاعده بره، وطبعا الدنيا بقى ما كانش فيه عربيات لا وكده، كانت الدنيا مختلفه. كانت الدنيا مختلفه. فاصبح المكان معروف والناس بتحب تيجي، وانا كنت بقف فيه بنفسي وبشتغل بنفسي. انا كنت عايز اسال بقى السؤال ده، انت بتنزلي الصبح تفتحي المحل ولا في عامل؟ لا كنت بنزل افتح المحل، بس كان عندي ناس بتساعدني طبعا. جواه فرن المحل ولا بتعملي حاجه في البيت؟ لا كنت بعمل حاجه في البيت. يعني تقعدي طول الليل تعملي الحاجه وتاخديها الصبح المحل؟ تمام. ما الحاجات دي ما بتباتش؟ لا كنت اخدها الصبح المحل واقف بقى وانضف وانت اللي تقفي تبيعي وانضف واخدم على الناس وكل حاجه يعني. لوحدك؟ كان معايا حد بيساعدني. لا جبت حد بس يعني انت المسؤوله عن كل حاجه. والحسابات بقى يعني كان حلو. كل حاجه يعني. وقتها في الفتره دي كان ابني في مسافر، كان في الجامعه. بنتي ساعدتني برضو جامد قوي. نزلت معاك؟ نزلت، كانت بتنزل بقى ترجع من المدرسه تيجي تقف معايا كده. وابني لما كان ينزل في الاجازات مثلا برضو يجي يقف معايا. يعني كانت حاجه جديده برضو بالنسبه للناس ان هم يشوفوا عيله حاجه عائليه كده واقفه بتشتغل بتنظف. يعني كتير قوي الناس كانوا بيتكسفوا ازاي ان انا بخدم عليهم او بنظف بكنس وبعمل يعني. بس بقى دي بقى الحته التربيه الالماني بقى اللي هي بقى ايه يعني، يلا اشتغلي. يعني ما فيهاش حاجه عيب. بالظبط. هم يعلمونا ما فيش حاجه عيب يعني، وطول ما الشغلانه محترمه وحضرتك ما فيهاش اي كسوف ولا عيب ولا اي حاجه. كويس. وقعدت بقى سنين بقى في القصه دي في المحل ده. الدنيا ماشيه كويس؟ الدنيا ماشيه كويس. المكاسب كويسه الحمد لله. مصاريف البيت ماشيه مستوره تمام، كل حاجه حلوه. جت بقى بنتي كانت لازم اتخرجت، وكانت برضو هي شاطره جدا جدا، وجت بقى اللحظه اللي هي برضو عايزه اسفرها تدرس بره. كانت بقى وقت بقى صعب قوي لان انا يا دوبك كنت مكفيه اني اقدر اسفر ابني. هو رجع بقى خلص؟ لا كان لسه ما خلص. هما الفرق ما بينهم سنتين. فكانت بالنسبه لي بقى فتره صعبه جدا يعني. فاكره كنت الف بالعربيه واقعد اعيط، طب انا هعمل ايه؟ طب هجيب الفلوس منين؟ طب يعني ازاي يعني طب بس هي من حقها برضو انها يعني تاخد نفس الفرصه. ما كنتش ادخرتي اي مبلغ ولا اي حاجه؟ لا طبعا كله بقى كان رايح يعني كله بيروح اول باول يعني. ما كانش فيه بقى يعني مش للدرجه دي المكاسب انها كانت تكفي.
والله قعدت مرة فكرت اللي هو ايه، بلاش تبصي للموضوع بطريقة كبيرة قوي، ان دول 4 سنين هي هتعيش يعني تاخدهم سنة سنة، ناخدهم سمستر سمستر مش سمستر سنة سنة. سمستر، نص سنة نص يعني سنة. فكري يعني مش لازم يعني يعني خدي الامور ببطء كده يعني واحدة واحدة يعني. كرم ربنا بقى، يعني انا بقول لحضرتك انا حياتي كلها فيها كرم ربنا. الحمد لله. جالها سكولرشيب، يعني انها تقدر تدرس منحة. منحة. خلصت الثانوية جالها منحة، اه خلاص يبقى خلصتي من مصاريف بالظبط. الجامعة، مصاريفها الشخصية بس. بس كان فاضل مصاريفها الشخصية. قربت المسائل اهي. ما انا بقول يعني كان ربنا كريم جدا جدا جدا. هتلاقي آه منحة فين بقى؟ في امريكا. في أمريكا، يا في سلام. جامعة في امريكا. هي كانت شاطرة قوي. كويس. وانا كنت من النوع الاول يعني كنت رافضه انها تروح يعني تسافر بعيد قوي. كان ابني في انجلترا، كنت عايزه ان هي تروح هتبقى معاه قريبة في الجامعه. أوروبا، قريبة. انما أمريكا حسيت بعيد. ان هي يعني هي ده كان رغبتها، وده اللي بقوله دايما، ان الواحد مش لازم يقف في سكه ولاده ابدا. كانت بالنسبه لي طبعا يعني اكيد كنت ببعت لها مصاريف برضو، لان يعني الموضوع ما كانش سافرت سهل. بقى خلاص. سافرت وقعدت وانتي 2 لوحدي بقى مصاريف ايدها. اه بس كانت وقت صعب يعني، ما كانش وقت سهل خالص بالنسبه لي اطلاقا يعني. وزي ما بقول يعني كل اللي بتكسبيه بيتقلب كله. عملة صعبة ويسافر. كله كله. كله. وكتير قوي كنت باجي على نفسي قوي قوي في الشغل، وما كنتش بحب احسس ولادي بالموضوع ده خالص. يعني كنت دايما احب احسسهم ان انا احنا قلنا هنديهم الأمان. ان انا مبسوطه وسعيده وبتفسح وبخرج وباجي، وان يعني الموضوع عادي جدا جدا جدا. يعني كنت دايما مش عايزه احسسهم، لان احساس الذنب ده مش احساس لطيف صحيح. ابدا. صحيح. يعني اللي هو على فكره انا وضحيت وانا يا لهوي، يا لهوي. يعني ما تفكرنيش بالحاجات دي الجمله دي ما انا مشهوره. عملت وسويت. يعني يعني يا لا، على جماعة. فكره هو اختياري. انا دايما بقعد اقول هو كان ده اختياري احنا اني في اضحي. اهالي بيقعدوا يذلوا العيال ذل، يا خبر ايوه، أبيض. وده غلط على فكره، لانه في الاخر هو العيال ساعات ممكن يقول لهم انتوا ما حدش قال لكم تعملوا كده، وده صحيح. حقيقي. بيعملوا كده دلوقتي، ما الدنيا ايوه اتغيرت بقى خلاص. ايوه بالظبط. بيتكلموا. لا انا بشوف انه لا، دي ولادي انا اللي جبتهم في الدنيا دي، وانا هم مسؤولين مني، وانا اخترت ان انا اضحي بحاجات كتير عشانهم، فهم ما لهمش ذنب خالص. صحيح. اطلاقا. صحيح. يعني انا عملتها بحب جدا جدا جدا. صحيح. وما حبيتش بقى احسسهم بقى باي نوع من يعني الذنب، او ان انا تعبانه، او انا انا حسستهم ان الدنيا ماشيه تمام وكله تمام وكل حاجه هايله. وحتى ابني يعني دايما بقول ان انا لما سافرته حطيته على بادجت قاسيه جدا جدا. وقتها كان طبعا انا ظروفي مش هايله، زائد ان انا كنت عايزاه برضو، لان برضو يتعود السفر على الطريقة دي. يتعود على الطريقه دي، والسفر بفلوس كتير بيبوظ صحيح. الولاد. فكنت دايما هو ما فيش فلوس كتير اصلا. ومفيش فلوس كتير. فالسنه اللي بعديها يعني بحبحت شويه، اللي بعديها بحبحت، جيت في اخر سنه قلت له بص انت عندك اوبن بادجت. يا سلام. وكان ده بالنسبه لي هي اختبار لي ورساله عايزه اديها له، شوفي هيعمل ايه، اشوفه هو قد المسؤوليه ولا لا. فوقتها قال لي ليه ازاي يعني، ازاي انت حصل لك ايه يعني؟ قلت له بص انت دلوقتي عارف الفلوس بتيجي ازاي، عارف انا بتعب قد ايه، انا عندي ثقه فيك يعني عمياء يعني، وعارفه ان انت راجل، وعارفه ان انت قد المسؤوليه. وبصراحه هو كان قد المسؤوليه. يعني لما اخذ الثقه دي وحس لا ده انا يعني امي مش يعني ما عملش مصاريف كتير. ما عملش خالص خالص. خالص. يعني دي برضو من الحاجات اللي بقول ان الاهالي لازم يدوا ثقه، لان انا ابويا كان بيديني ثقه جامده جدا. يعني افتكر مثلا وانا صغيره كان يسالني مثلا وانا خارجه، يقول لي انت هترجعي الساعه كام، عايزه ترجعي الساعه كام مثلا، كنا يبقى في حفله، اقول له اقول له 10 ده كان ايامينا بقى يعني طبعا طبعا رقم كبير قوي يعني. فيقول لي ماشي الساعه 10 تكوني في البيت. لو جيت 10 ودقيقه كان يبقى في مشكله،
فكنت دايما باجي ما احنا 10. متفقين عشان متفق كان معاك. عندي مثلا صحاب تانيين مثلا تبقى مثلا الحفله بتبتدي 7 مثلا، تلاقي مثلا والدها يقول لها ايه انتي 8 تكوني في البيت. طب يعني 8 يا انكل ازاي يا 8 لحقناش نعمل يعني حاجة. ازاي؟ فطبعا كانت بتضطر تتاخر يعني وتحصل مشكلة. فتحصل مشكله فتتعاقب يعني فحسيت ان هي ده انا بابايا كان بيديني الثقه، فقد ايه الثقه دي انا كنت بحترمها. تمام. يعني ليه؟ لانه فكنت حبيت ادي ولادي نفس القصه، يعني اديهم ان انا بثق فيهم يعني، وهم بصراحه طلعوا قد ربنا يحميهم. المسؤوليه. كويس كويس. بس خلاص قعدت. البنت سافرت والولد سافر وانت قاعده في المحل ايوه بشتغل الصغير بقى والدنيا ماشيه كويس. والدنيا ماشيه ايه اللي كويس. حصل بقى بعد كده؟ والله جات لي فرصه اني افتح في الساحل محل برضو صغير قوي. اخدت برضو الفرصه دي، التجربه دي، رغم ان ما كانش برضو ما عندي مبالغ كتير بقى اني اجهز المحل ده. انما قلت لا انا تفتحي شهرين 3 يعني في السنه؟ ابتديت نزلت باب الخلق، مكان ما بيعملوا بقى الكراسي والحاجات دي. نزلت البرنامج. ايوه رحتي حته تحت الربع. ايوه دي اسمها تحت الربع. أيوة. اللي هي الكراسي بتاعت البلاجات. ايوه بالظبط كده. وقتها قلت بقى ايه هروح اشتري من هناك، كنت قلقانه جدا. انا فاكره كويس قوي كان في عم محمد هناك عنده محل صغير، اشتريت 4 ترابيزات ب 16 كرسي. وقلت له بص يا عم محمد انا يعني مش ضامنه ان انا هشتغل قوي، فانا هاخد دول واشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. الراجل كان جميل جدا جدا يعني. سافرت بيهم وهنا برضو علمت ولادي اني مش لازم اجيب اغلى حاجه. يعني الترابيزات الخشب المدوره دي عاديه جدا وكراسي الخشب بتاعت بالظبط يعني. تمام. اللي نجح المحل هناك هي كانت وقفتي، البساطه وكانت وقفتي فيه. يعني ان الناس شايفه برضو واحده ست واقفه وبتشتغل وبتنظف وبتعمل وكان عندي بقى عندي ناس اللي بتساعدني. كان بالنسبه لهم هم كمان مش متعودين يعني. كانوا دايما يقولوا لي يعني مدام اسمت ده صحابك قاعدين بره، حضرتك واقفه على الحوض ازاي؟ صحابك اللي بره قاعدين ياكلوا ياكلوا وانت حضرتك واقفه على الحوض يعني ما يصحش. اقول لهم ما يصحش ليه؟ عادي انا واقفه بغسل، انتوا اعملوا شغلكم ويلا ونكمل والدنيا بتبقى زحمه وكل واحد يعمل حاجته. يعني بالنسبه لي برضو كانت عادي. وكنت دايما حتى لما اجي انزل مثلا طبق لحد او حاجه، يعني حتى لو شباب صغير كنت يعني الاقيهم مكسوفين يقوموا واقفين لي يعني حضرتك مش معقوله بنفسك وبتاع. اقول لهم عادي يعني. طبعا الايام دي الدنيا اتغيرت. انا بكلم على حضرتك الحاجات دي من زمان كانت جديده بالنسبه للمجتمع. يعني ان ازاي احنا سنه كام بقى؟ احنا بنتكلم في سنه كنا كام؟ 18 بنتكلم 17 15 حاجه كده في تقريبا. الحدود دي. يعني كانت جديده بالنسبه للناس. دلوقتي انا مبسوطه جدا لان الشباب دلوقتي كل واحد بيعمل شغلانات مختلفه. يعني انا فاكره برضو ابني لما اتخرج من الجامعه وقال لي انا ممكن اشتغل اي حاجه. قلت له يقول لي اي حاجه اي حاجه. قلت له بص انا ما تفرقش معايا تشتغل ايه، اهم حاجه تكون احسن واحد في الحاجه اللي انت بتشتغلها. انما غير كده مش فارقه. يعني انا ما عنديش بقى حته لا ده انت لازم تبقى كذا وتعمل كذا يعني ما عنديش مشي الفرع اللي في الساحل. مشي الفرع اللي في الساحل. عن طريقه بقى جالي فرص كتير قوي افتح في كذا حته. بدات تفتحي؟ بدات وتروح المحلات بنفسك؟ بروح طبعا. ابتدى بقى فتحت فرع في فرع تاني. ابتدى بقى الموضوع يعني برضو الناس لما بتشوف حد محترم، بتشوف حد بيشتغل جامد قوي، يحبوا برضو ان هم مثلا يعني يستثمروا معاك او يقول لك طب خد يعني المحل اهو. طبعا شايفين نجاح. بالظبط. يعني دايما بقعد اقول ان عمر ما الواحد لما يشتغل يحس ان الناس مش هتشوفه. لا يعني دايما يعني بقعد بدأ يجيلك شركاء؟ مش شركاء يعني يعني مثلا حد يوضب لي المحل ويبقى بياخد نسبه مثلا من المبيعات. فكان بالنسبه لي الموديل ده هايل بالنسبه لي. لان ما كانش معايا فلوس اني اوضب محلات تاخدي المحل متوضب وياخد 10% 20 ايا كان بالظبط كده. فطبعا يقول لك لا دي يعني برضو السوق بتاعنا مش سهل، وان هم يلاقوا برضو ست لوحدها. انا ما عنديش شركاء، ما عنديش حد معايا، انها ناجحه يقول لك لا يعني واضح انها بتشتغل جامد يعني. فكانوا في ثقه يعني. بدات تنطلقي بقى في الفروع؟ بدات انطلق في الفروع. يبقى عندي كذا فرع يعني. كم بقى فرع بقى دلوقتي 13 ما شاء الله. في النص بقى خليهم 14 14 ماشي او 12 حتى. طب كويس. فجاء وقت بقى في النص
يعني بعد ما كانوا 4 فروع تقريبا حصلت الكورونا. حلو قوي. حلو قوي انت قوي. مبخته حلو. عملت ايه في الكورونا كان بقى؟ بقى اختبار كبير جدا طبعا. انت عندك وقتها 7 فروع؟ لا 4. 4. كان عندي 4 فروع. كويس. قفلنا. عندك عمال كتير. عندي عمال كتير. وفين بتعملي برضو في البيت ولا بقى لا عندك فرن؟ كان ابتدى، لا كنت مأجرة مصنع. مصنع. اه يعني عندك عمال كتير. كان عندي بقى عمال. وعملتي وكان ايه الموضوع بقى؟ كبر، وكنت واخدة قرض عشان اجدد بيه المصنع ده. يعني كنت اخدت مصنع قديم وكنت واخدة قرض عشان اجدده. طبعا حصلت الكورونا، قفلت المحلات كلها. جالي بقى المدير المالي قال لي انتي لازم تمشي الموظفين لان احنا معناش فلوس ندفع المرتبات. انا وقتها قلت له ليه؟ ما احنا معانا فلوس القرض، احنا هندفع المرتبات من فلوس القرض. قال لي حضرتك بتنتحري لان الفلوس دي مش بتاعتك وانتي ده قرض وفي فوائد. مصيبه. لازم تستثمريه بسرعه. بالظبط. فقلت له بص انا مش، انا استحاله همشي اي حد من الموظفين، رغم ان في ناس كتير طبعا مشوا موظفين يعني طبعا وشركات طبعا. كبيره يعني. وبعضهم ممكن يكون معذور يعني. وانا رفضت. قلت له انا هستعمل فلوس القرض. قال لي هتتحبسي. قال لي لو حصل يعني ما عرفتش تردي الفلوس يعني. قلت له مش مشكله، تجربه جديده ما مرتش بيها قبل كده. الحبس عادي حلو يعني. قوي ما خلاص البنت اتعلمت خلاص والولد اتعلم يعني مش قصه يعني، عادي يعني. بس قلت له عملت كده فعلا؟ انا ايوه انا قلت له بالنسبه لي انه، قال لي يعني خلي بالك الناس اللي هتديها الفلوس دي ممكن بعد كده يبيعوكي، يعني العمال دي بعد الدنيا هتمر. وقتها قلت له انا يعني تكفيني دعوه ام واحده ابنها بيرجع لها بالمرتب بتاعه، دي تكفيني، مش عايزه حاجه اكتر من كده يعني. ووقتها بقى يعني الفلوس القرض خلصت على المرتبات. واحنا لسه قافلين ومفيش شغل خالص. لا مفيش شغل، احنا قافلين خالص. احنا عارف ولا حتى المحل الاصلي؟ لا مفيش حاجه خالص. كله مقافل. فانا وقتها كنت ابتديت في البيت بقى مع ولادي، قلت بدل ما انا بغرق انا احب اغرق بشياكه. كويس. فقلت ايه، ابتدي اطبخ بقى لولادي، يعني ابتدي بقى اوضب السفره وكل يوم بقى كاننا في بلد معينه قبل ما تخش السجن. قبل ما اخش السجن بالظبط. ودايما كنت زمان قريت حاجه يقول لك ايه، انه الاطفال او الصغيرين يعني مش هيفتكروا المشكله قد ما هيفتكروا انت اتعاملت معاها ازاي. فانا كان بالنسبه لي قلت طبعا حضرتك عارف كان وقت رعب يعني، كنا حاسين ان احنا كلنا، انا شخصيا كنت حاسه ان احنا كلنا هنموت يعني. فقلت ايه، انا احب ان ولادي لما يجوا يفتكروا الفتره الصعبه قوي دي يفتكروها بحاجات حلوه. فيفتكروها بان احنا دايما كنا بنقعد مع بعض، وكنت كل يوم اطبخ لهم طبخه جديده واقول لهم احنا في بلد جديده يعني. حتى لدرجه بنتي كنت اقول لها على فكره احنا النهارده في اليونان وانا حاجزه في مطعم حلو قوي، اوعوا تتاخروا مش عارفه ايه. يعني بنتي مره جت تقول لي تقول لي يا مامي يعني انا عارفه ان الوقت صعب وكده وكل واحد بتجيله حاله يعني بس الحاله بتاعتك غريبه شويه. فابتديت احط الصور على الفيسبوك ان انا صور بقى الاكل اللي بتعمله، اللي بعمله، الترابيزه بوضبها ازاي وبعمل ايه. وكنت باخد بالي ان ولادي كانوا دايما يقعدوا يصوروا ويبعتوا لاصحابهم يعني احنا بنعمل ايه وكده. فابتديت قلت ايه، طب ما ايه ناس ابتدت تكلمني، طب احنا عندنا عزومه في البيت، طب ما انت ممكن تعملي الاكل ده مش عارفه ايه. فقلت ايه، فابتديت اعمل. ده كانت كورونا خلصت ولا لسه؟ لا في كورونا يعني كان في اواخر بقى الكورونا خلاص بتشطب يعني الدنيا بتفتح بس ما كناش لسه فتحنا المحلات، وانا كان عندي مسؤوليه الموظفين. فابتديت بقى اروح البيوت اعمل الحفلات دي، اطبخ بنفسي واقف هناك واعمل كده. تروحي البيت تعملي اطبخ، تطبخي وتعملي السفره، تفرشي السفره. والبيوت دي ممكن تبقى بيوت صحابك يعني، ممكن في بيوت صحابي، في بيوت ناس ما اعرفهاش عادي يعني. ودي بقى وقت كان طبعا في ناس استعيبتها يعني، قالوا لي عيب انك انت تروحي بنفسك وازاي وما يصحش والكلام ده كله. وكنت دايما بقعد اقول لهم يعني انا بالنسبه لي عندي مسؤوليه ولادي وعندي مسؤوليه الموظفين اللي عندي، وانا ما بعملش حاجه غلط، انا بعمل حاجه محترمه يعني. انا بخش تروحي البيت، تخشي المطبخ، تطبخي الاكل واطلع من باب المطبخ على فكره
عادي جدا يعني. وكنت دايما بقعد اقول لهم انا بخش اسمة المهلمي وبطلع اسمة المهلمي، صحيح. مفيش حاجه بتتغير فيا، بالعكس. والناس احترمت الحاجات دي على فكره. الناس لما بتشوف طبعا يعني ناس قليله قوي اللي هم ممكن يعني يبصوا. يعني انا بشوف ساعات الناس بتبقى عندها غيره من النجاح او غيره من الثقه في النفس، يعني هي مالها عندها ثقه في نفسها قوي كده يعني. عارف حضرتك، انا بالنسبه لي لا، انا عندي مسؤوليه. انا يعني هقعد في البيت وهاكل الناس ازاي؟ امشيهم يعني؟ هعمل ايه؟ فكانت بالنسبه لي مسؤوليه كبيره ان انا لازم اكون قدها. والحمد لله بقى عدت الفتره الصعبه وفتحت المحل. وفتحت بقى وقتيها المشروع التاني بتاعي اللي هو الكيترينج، يعني اللي هو يعني عايزين حفلات. عندنا عزومه كذا، حفله كذا، كذا نفر. بالظبط كده. بتروح انت برضه؟ بروح لغايه دلوقتي، بروح لغايه دلوقتي. لا انا عادي يعني، انا موظفه لا في كويس الشركة. كويس جدا يعني بس انا عارف ان الدنيا دلوقتي بقت يعني اتغيرت خالص. مش مهم، الواحد ما بيتغيرش. طب دلوقتي بقينا عندنا 14 13 12 فرع، قولي مش مشكله. ايوه. بتشرفي عليهم بقى انت؟ دلوقتي ابني معايا، ابني طبعا رجع من الجامعه. اشتغل معاكي بقى خلاص؟ لا، لما رجع اشتغل في شركه تانية. انا حبيت ان هو برضو يشتغل في شركه تانية، وكنت انا لسه صغيره على اساس ان هو يعني يبتدي معايا، وكنت عايزاه هو يخوض برضو التجربه لوحده يعني. لما لقى الشركه كبرت فابتدى يبقى يخلص شغله في الشركه وبعدين يجي يساعدني. وبعدين بقى لما الشركه كبرت هو بقى شركتك بقى؟ شركتي. مسميها ايه؟ الفريده، على اسم بنتي. بنتي اسمها فريده. بنت حضرتك اسمها الفريده؟ اسمها فريده ولا فريده؟ لا فريده. بس انا سميتها الفريده. والولد اسمه ايه؟ حسين. فجه حسين بقى دلوقتي هو اللي ماسك بقى الشركه، شركه الفريده. تمام. الشركه دي بقى راس مالها كام دلوقتي؟ لا كتير يعني. احنا ابتديت الراس مال كان اللي هو كان 5000 جنيه، لكن دلوقتي طبعا الحمد لله احنا بنعمل ارقام كبيره يعني. ممكن ناخد رقم كده بس عشان بس احنا عايزين ننقل من اللحظه. لا يعني بنعمل اللحظه اللي حضرتك جبتي فيها الولد والبنت، جبتي فريده وجبتي حسين، وقلت لهم احنا علينا ان احنا نختار، وعلينا ان احنا نبدا مشوار جميل جدا هو مشوار الشغل والحاجات دي. النهارده لملايين يعني بتعمل كتير يعني. طبعا ما اقدرش اقول ان انا بحوش الملايين دي، بس يعني حتى لا مش ضروري لا يعني دايما يعني لا بس احنا لا. يعني لا طبعا بنشتغل بملايين دلوقتي يعني. هي صح، انا اقدر اقول ان انا ابتديت بخلاط في البيت يعني كتير قوي. حتى انا في المكتب بقعد لما ببقى قاعده وعندنا مثلا اجتماع. ما بتبقيش مصدقه؟ لا ما ببقاش مصدقه والله، مش ببقى مصدقه. بقعد اقول ياه انا ابتديت بخلاط في البيت ومعيش حاجه يعني، ومعايا مسؤوليه، لان انا قدرت اوصل للمرحله دي. قدرت اني اعلم ولادي، قدرت ان انا اسفرهم. لا يعني ساعات اجوزهم يعني. برضو الجواز ده مش سهل على فكره. عندها ولد؟ عندها ولد، عندها بنت وولد. كويس. وابني لسه متجوز من شهر. لسه متجوز قريب. بيشتغل معاكي؟ فريده بتشتغل معاكي؟ لا فريده اشتغلت في الاول معايا. وبعدين انا حسيت ان هي نفسها يعني. برضو وقتها كان البراند بتاعي اللي هو كيك ده كان دايما انت دلوقتي البراند بتاعك اسمه كيك كيك كافيه. ده يعني على النت كده كيك كافيه. فكنت دايما بقعد اقول انه يعني الناس رابطه كيك كافيه باسمت، فهي عمرها ما هتظهر يعني. اوكي. لن اعيش في جلباب ابي. بالظبط كده. فحسيت ان هي لا بعد شويه هتجيلك، ما تشغليش بالك. فخليتها هي تفتح. هي فتحت مشروع لوحدها. هي كانت درست في امريكا برضو اكل بس الاكل الصحي بقى يعني الحلويات الصحيه، نوع تاني بالظبط. جديد. فهي ابتدت بقى لوحدها. طب والطبخ والحاجات دي جوه كيك برضو؟ جوه نفس الفكره. طبخ انا في تحت يعني تحت طب كيك. لما احنا بقينا في ما شاء الله الله اكبر يعني ملايين وحاجات زي كده، لسه ليه بتروحي تطبخي في الحفلات؟ ليه يعني؟ ليه لا؟ انا بحب. لا يعني اتعشت يعني؟ لا لا ما هو يعني القصه انه الواحد بتحب شغلك. بحب شغلي. بحب شغلي. وعلى فكره هو شغلي مختلف عشان انا بروح بنفسي يعني دلوقتي لو في حفله في بيت حد بروح في 20 واحد ويكلم حضرتك بالتليفون يقول لك انا عايز اكل معين
حضرتك بتقولي له جهز كذا وانا جايه، مش كده مظبوط؟ لا يعني احنا خلاص دلوقتي بقيت عندي شيفات طبعا، يعني الموضوع كبر. بس اه انا بروح بنفسي بوضب، تشرفي، بشرف واوضب تبصي على واشيل السفره وتبصي. واحط واشيل كراتين يعني لا انا يعني ببقى موظفه يعني. ف لانه هو ده اللي بيفرق الواحد عن التاني. وعلى فكره السوق فيه ناس كتير جدا كويسه برضو، بس يعني بقى انا بحب الديتيلز بطريقه مرعبه، يعني بحب تمام اهتم بكل حاجه. ساعات بعمل الورد، ساعات بوضب السفره بطريقه معينه، كل مره بحب اجدد، فبروح بنفسي. والله انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. وبعدين دخلتي بقى انت في برامج دلوقتي اللي هي بتدي حاجات للناس، اه المشاريع والحاجات دي. انت اه دلوقتي يعني بتطلعي في البرامج دي، بتعمل ايه بقى قصه بطلع البرامج؟ البرنامج ده. طبعا كنت اتمنى ان البرنامج ده يكون موجود وانا في اول حياتي، لانه اه عشان طبعا يديكي دعم. دي دعم كان هيسهل جامد. فكرته حلوه جدا، هو برنامج انجليزي اساسا. آه. فكرته حلوه قوي لان الناس بتقدم فيه، اللي واللي عندهم مشاريع صغيره. عندهم مشاريع صغيره او عندهم فكره مم. ان هم عايزين اه يكبروا. مجرد فكره. ما ممكن فكره، بس لازم يكون عامل دراسه يعني، في جديه. في جديه. طبعا اخدنا بالنا ان الشباب كتير قوي متسرع جدا، يعني عايز يفتح بسرعه اي حاجات كتير قوي. يعني انا دايما بقعد اقول انا ما بين الفرع الاولاني والفرع التاني انا قعدت تقريبا 10 سنين، صحيح. يعني لغايه لما اتاكدت ان انا عارفه انا بعمل ثم ايه توالت بقى الفروع، ثم قارت توالت، ورا لان بعضها. الموضوع بيبقى فيه سيستم حاجه بتمشي عليه تمام. وبتكمل يعني. بس هم مستعجلين قوي 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 قوي، يعني يقول لك انا اول سنه افتح فرعين، وبعد السنه اللي بعديها 4 فروع، وبعد لا هو على فكره اداره فرع حاجه واداره فروع كتير حاجه تانية خالص، طبعا يعني بتحتاج طبعا، مجهود خاصه في يعني. الاكل. لا مجهود جامد قوي 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 يعني. وفكر وسوق بيتغير جامد قوي بس باخد بالي بقى يعني البراندات اللي بتفضل او بتستمر هي البراندات اللي الناس بتشتغل فيها بنفسها، يعني زي ما حضرتك بتقول انت بتروحي لغايه دلوقتي. اه طبعا، لان انا اعرف اصحاب محلات كنت التقيت بيهم، يعني يقول لي انا مش قادر مش هقدر اعمل فرع تاني، انا مش هقدر اتواجد فيه، اه مش هقدر اقعد فيه 24 اه ساعه فهيبوظ. وفي فانت شباب عندك مصنع كتير. بقى بيطلع الحاجه، عندي انت مصنع بتبشري بيطلع، المصنع ده. بباشر المصنع، بباشر المحلات. طبعا ابني دلوقتي بقى هو اللي في المكتب ماسك الارقام وماسك يعني هو بقى عنده طبعا عشان اصغر وعنده فكر مختلف. ويعني حتى احنا دلوقتي بنعمل حاجه ريبراندنج، بنغير اللوجو بتاعنا، بنغير المنتجات، لانه لازم، انا دايما بقول لازم نواكب العصر، يعني ما تمام، بس اقدرش. نرجع للبرنامج. البرنامج فبيقدموا الفكرة وبيجوا بيعرضوها علينا، وبنختار حد منهم اللي هو بيدوله بعد كده زي مطعم لمدة يومين يشوف هيعمل ايه. يشوف هيعمل ايه. طبعا بنبقى احنا عارفين انه يعني مش سهلة، لان حضرتك لما تكون فجأة عندك 60 كرسي لازم في مرة واحدة الناس كلها بتخش مرة واحدة، كمان انك لازم يعني تقدم لهم تغطي الاكل. ده كله في ساعتها. يعني كتير قوي بيفتكروا الموضوع سهل، اول يوم طبعا بيقعوا، تاني يوم بقى بيعرفوا غلطاتهم ايه، الدنيا شوية. فبيعرفوا يظبطوا الدنيا شويه. وبعدين بيجي بقى ان حضرتك بتعرض عليهم استثمار، او بتعرض عليهم مساعده، او بتعرض عليهم جزء من مكان عندك ان هم مثلا يستعملوه. فهو البرنامج يعني برنامج ناجح جدا، ايوه صحيح يعني صحيح، بيدي افكار. برامج كويسه يعني، اه برامج فكرتها كويسه. اه يعني كنت طب بتحسي اتمنى. بايه بقى مدام اسمها دلوقتي بعد المشوار ده؟ والله بحس بفخر طبعا ان انا كست لوحدي قدرت احقق الموضوع ده. اني زي ما بقول لحضرتك انا ابتديت بخلاط في البيت معايا طفلين، اني قدرت يعني اكمل المشوار. بحس بكرم ربنا جامد قوي عليا، وبحس ان الكرم ده جه من الرضا. يعني انا كنت طول مشوار حياتي عندي رضا من القلب، يعني رضا مش اللي هو كلامه بس يعني. دايما بقعد رضا اقول حقيقي ان صادق. الواحد ساعات ممكن يقولها كده وخلاص. ايوه صحيح، كلنا يعني نقول كده، لكن ساعات الجد تلاقينا ايوه بالظبط بنتعصب يعني. ودايما بحس ان لما الرضا بيجي من جوه ربنا بيقف مع الواحد جامد قوي، يعني غير لما يبقى يعني أنا رحتي للجماعه اللي كنت بتشتغلي عندهم قسطه لا دول بعد ما حبايبي طبعا. على اتصال ايوه دايما؟ طبعا. لا دول حبايبي ومحلك اللي في جدا. الساحل لسه موجود؟ ايوه طبعا موجود. وانت لسه بتعملي كيك في البيت؟ لا مش في البيت بقى.
خلاص عندي مصنع بقى. خلاص البيت لما يبقى نفسك خلاص في كيكه البيت بتجيبي خلاص. من المحل، يا فندم. ما يبقى نفسك انت في اه، كيكه. في كيك بجيب من المحل بقى. دلوقتي بقى بستمتع باحفادي. يعني حاليا يعني بس يعني انا مثلا رجعت عشان عندي شغل، مثلا بطلع الساحل اشوفهم وارجع اشتغل يعني. وانا بشتغل وانا تعبان، لا انا ما اتغيرتش في شغلي يعني. انت في عندك شغلي شغل كده. طول الوقت. عندي شغل طول الوقت. يعني بحاول دلوقتي طبعا. يعني ابني بيشيل عني كتير، وبحاول بقى ابتدي استمتع بحياتي شويه، يعني اخد الامور من حقك اهدى سنه والله، من يعني. حقك. بس والله انا مبسوطه يعني، مش ان انا متضايقه يعني. دايما بقعد اقول ان الواحد بينزل الدنيا ليه مشوار. انا مش مشواري ان انا اتدلع وانبسط لا، انا مشواري كان انزل لغرض معين، اني اربي ولادي، اني ابقى مسؤوله عن الموظفين اللي عندي. فحبيت ان المشوار يبقى سعيد، يعني ما يبقاش مشوار يعني تقيل عليا. حبيت ان انا ابقى مستمتعه بيه. بس هو كان تقيل. هو في هو كان تقيل لان كان في اختبارات. انا دايما بقول ان دي اختبارات من ربنا بيحطها لنا، وساعات بيبقى اختبار يعني بيختبر الناس فينا. يعني انا مثلا صحيح. كتير قوي مثلا في مشواري اتسرقت، يعني اكيد يعني عادي. طبعا. فما كنتش بتضايق، بقعد اقول لا، ربنا اكيد بيختبر الشخص اللي سرقني. بس الاقي مثلا ربنا يروح مبارك لي في حاجه تانية، يعوضني ما تعمليش مشكله، السرقه دي تبقى خلاص. لا، يعني اقعد اقول السرقه دي بتوريني ان انا عندي خلل في حته معينه. يعني لازم اخلي بالي ان الشخص ده سرقني، يبقى احنا يا جماعه ركزوا بقى في الحته دي. مظبوط، تظبطي الدنيا بس. انما يعني ببقى نسبيا متسامحه، يعني متسامحه، لاني بقعد اقول ان ظروف الناس ساعات بتبقى صعبه. يعني مش هقول لك ان انا بخلي الشخص اللي لا بس سرقني. ما تشجعيش الناس على السرقه. لا، مش بشجع، بس بقعد اقول بس هو انه يعني انه لا، يعني انا بقول دايما عقابه الشخص ده ان هو مشي من الشركه عندي. لان هو لو كان خبط على بابي وقال لي انا كنت هتديه. كنت هديله. لانه يعني عادي جدا انا. ولو بقى حرامي لا، ويعني يعني اهان نفسه، يعني حتى انا اهان مره عندي اسرته. كان حد في المخازن، وحتى قلت له وقتها، قلت له بص انت سرق اسمك. الدقيق ولا ايه؟ قلت له سرق الدقيق. سرق كان الدقيق. عامل المخزن السوبر ماركت بتاعه. حلو قوي. فوقتها قلت له بص انت اسمك امين مخازن، يعني انت والله شايل عندك اسم حق. من اسمه اسامي أمين. اسم من اسامي ربنا، فلازم تكون على قد هذه المسؤوليه. لو انت مش قادر تكون على قد المسؤوليه دي، روح اشتغل شغلانه تانية. بس ما تبقاش اسمك امين مخازن. صحيح. قلت له انت مشكلتك ان انت، او عقابك ان انت مشيت. لان انت لو كنت خبطت وقلت انا محتاج حاجه، احنا كنا هنقف جنبك جامد جدا. لما حققت النجاح ده يا مدام اسمت، طبعا قلتي لباباكي انا نجحت يا بابا اهو، انت مبسوط ولا لا؟ كنت عايز تقولي ده لحد تاني؟ لا ابويا. لا ابويا وكنت عايزه اشرف ولادي. مش عايز تقولي لحد تاني؟ لا. لوالدي، يعني لوالدي اللي هو دايما بحس ان ابويا دلوقتي في ايدين ربنا، وانه اكيد ربنا بيساله انت عملت في ولادك ايه، انا اديتك مسؤوليه عملت أيوة فيها صحيح. ايه. فحاسه ان ابويا واقف بكل ثقه بيقول يعني انا ربيتهم كويس، واهو النتيجه اهي. لان اخويا ما شاء الله يعني شخص بقى محترم جدا جدا جدا، ربنا يخليه لك جدا. ويحفظه لك. فيعني بحس انه احنا شرفنا ابويا. فيعني دي اهم حاجه بالنسبه لي. واهم حاجه تانية ان انا قدرت اكمل مشواري بولادي، واطلعهم محترمين وملتزمين. ولسه ما فيش اتصال بينهم وبين والدهم؟ لا. لا ما فيش. يعني خلاص بقى احنا يعني عشنا حياتنا، مش عاملين حسابنا ان في حاجه كده وخلاص. يعني ما هو زي ما قلت لحضرتك، هو الطريقين، يا تتعب نفسك ربنا يا يعوضك على كل حال. الحمد لله. انا على فكره ربنا يعني عوضني اكتر بكتير ما ممكن كنت في لحظه اتخيل خالص. يعني انا لما ابتديت مشواري ما كنتش اتخيل ان في يوم من الايام هقدر اقعد مع حضرتك مثلا. يعني يا ستي ربنا يخليكي، لا بالعكس شرفتينا. الخلاط حين يتحول الى ملايين وارقام كبيره، وده اللي بقول شيء الواحد يحس احب اقوله برضو للشباب اللي هو ممكن يكون في لحظه عنده احباط، اللي هو يقول لا. يعني في كتير شباب يقول لك لا، ما انا لازم ابويا يكون عنده شغل او حاجه عشان اعرف اكمل وانجح واعمل. لا، ده مش صحيح خالص. انه لا، انت اشتغل باي حاجه بسيطه، اي حاجه. يعني انا بقول لحضرتك انا ابتديت بخلاط في البيت بجد. انا مش يعني
يعني حتى كان لسه المدير المالي بيقول لي انت الخلاط ده لسه عندك ولا لأ؟ احنا يعني لازم تحتفظي هاتيه بيه. ونحطه في المكتب. أيوة لانه لازم، كان لازم، خلاط عادي جدا، لازم. وكانت الظروف اصعب من دلوقتي بكتير، لان ما كانش فيه يعني ما كانش طب انت عندنا. بتعرفي ثروتك كام دلوقتي؟ ابني بقى اللي عارف. بس هو ده اللي انا عايز اعرفه، والله ان انت مش انا مهتمه لا رقمها لا كام. الحمد خالص. لله. وعلى فكره انا كتير قوي المدير المالي يقول لي انت مش عايزه تحوشي مثلا رقم وكده، اقول له لا انا مش فارق معايا. ليه؟ انا بحس ان احنا نازلين مشوار. يعني انا الحمد لله عايشه كويس ومبسوطه، وولادي كويسين وعرفت اجوزهم. انا طول الوقت بستثمر في شغلي، يعني مش عايزه اكون فلوس واحطها. لا، انا بحس ان احنا كلنا راكبين عربيات وماشيين في الطريق وهو رايحين كذلك. نهايه واحده وهو كذلك. وخلاص. وهو كذلك. يعني صحيح. يعني طول ما الواحد صحيح. مستمتع. انا فرحتي ايه؟ ان انا عندي رقم وشايفه مثلا الناس حواليا مش مثلا في الشغل في العمال اللي بتوع كورونا لسه عندك؟ عندي طبعا. محدش مشي لا منهم لا ولا حاجه؟ لا لا يعني العمال الرأي اللي اتقال ده ما يعني كانش دقيق، اللي لا قالك هتشوفي بالعكس، انا منهم. دايما بقعد اقول له حتى فضلوا معاكي. وفضلوا معايا وربنا كرمني. يعني وكرمهم ربنا كمان، هم كمان وكرمهم كبروا. وكبروا معايا وبكبرهم معايا. يعني انا مش من النوع اللي على فكره، انا دايما اقعد اقول انا لما هكبر هاخد الناس اللي معايا واكبر بيهم. يعني مش صحيح. لان دول انا ما اقدرش انكر ان دول اللي وقفوا جنبي، هم دول اللي بنوا البراند بتاعي، هم دول. وسددت القرض وكل حاجه. وسددت الحمد لله الكارت. بالظبط. مدام اسمك، انا بأمان. سعيد بيكي جدا ميرسي وتشرفت يا بيكي أستاذ محمود، جدا. أنا الف شكر انبسطت قوي لحضرتك. باللقاء ده. الف شكر ميرسي أوي. لحضرتك، شكراً. شرفتينا يا فندم. ميرسي أوي. زي بقية خلق الله بصبر نفسي